الكابتن صالح حميد مهدد بفقدان حياته خلال يومين. الكابتن صالح حميد مهدد بفقدان حياته خلال يومين. حياة مدرب حراس منتخبنا الوطني السابق لكرة القدم في خطر. الكابتن صالح حميد بين الحياة والموت، يصارع للنجاة من مرضه في الهند بعيدا عن الوطن والإعلام والأنظار والوسط الرياضي والحكومي، ونفذت أمواله ولا يستطيع المقاومة أكثر. وهذا ما دفع الكابتن نور صبري إلى المناشدة العاجلة الموجهة لرئيس الوزراء. قبل قليل، حتى أختصر الموضوع، قبل قليل جاني اتصال من عائلة الكابتن صالح حميد واللي هم متواجدين بالهند، وتحديدا ابنه علي، وذكر لي أنه صار لهم أكثر من 20 يوم يعانون من عملية أو إجراء عملية الكابتن صالح حميد. الكابتن صالح حميد مهدد بفقدان حياته خلال يومين، هذا ما تحدث به الدكتور، وذلك بسبب أنه المتبرع اللي هو ابنه يجب أنه تتحول فيزته من زائر إلى مريض حتى يقدر يتبرع بجزء من الكبد الوالدة. هذا الشيء اللي ما قدر أحد يتعاون به، خاصة بالنسبة للسفارة العراقية في الهند، واللي يتحدث بها علي عن قضية مهمة في الهند، واللي يتحدث بها علي عن قضية مهمة أنه السفير اجى صور والده وهو فاقد الوعي ليس بوضعه الطبيعي، ويخلي والده أنه يتشكر من السفارة العراقية بدون أي عمل أو بدون أي إجراء. هذا الكلام طبعا أكيد نقل عن طريق عائلة الكابتن صالح حميد، فأتمنى حتى لا نطول بالموضوع، الوضع ما يتحمل، وضع جدا متأزم، بما أنه حسب ما فهمنا وشفنا بالإعلام السيد رئيس الوزراء تكفل